لو قاعد في مكان عام، فالقعاد في الأماكن العامة ليه قواعد. القواعد دي ما تقولش إن أنت مش مؤثر على الناس طالما أنت مش متعدي على حريتهم. خليني أقولك إن مفيش حد هيقبل إن أنت تبقى قاعد في مكان عام زي ما أنت قاعد عندكوا في البيت. المكان العام ليه حرمته، في ناس كتيرة بتبقى شايفاه، ما تعرفش ايه اللي بيدور في دماغ واحساس ومشاعر الناس اللي شايفاك. فلازم تراعي ده. تراعي ده ازاي؟ مش هقولك انك تروح لكل واحد تراضيه شخصيا، لا، بان انت تبقى قاعد بشكل طبيعي غير ملفت. لو انت عندك مشكلة مش قادر تقعد بشكل ما في مكان عام، فمعلش يعني انت هتقعد في المكان العام ده قد ايه؟ ساعة، ساعتين، تلاتة، مفيش مشكلة، معلش. تعال على نفسك واقعد بشكل غير ملفت، وقضي الساعتين تلاتة دول وتعال على نفسك فيهم عشان الدنيا تمشي، وفي نفس الوقت ما تبقاش انت سايب اثر او انطباع او حد يفسر قعدتك بشكل مش كويس. الكلام هنا طبعا بينطبق على الولاد والبنات. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، متنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي. في نفس الوقت تعمل لنا سبسكرايب وتتابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد يتابع الحلقات الجاية. شكرا.